برج الأسد عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. خلينا كده ندخل على طول في الموضوع ونتكلم عن أهم التوقعات الخاصة بالأسبوع الأول من شهر إبريل 2026، واللي بيبدأ معانا من يوم 1 لحد يوم 8 إبريل. الفترة دي مهمة جدا ليكي أسد، وخليني أقولك ليه بالتفصيل واحدة واحدة. بص بقى، عندك الشمس اللي هي كوكبك الحاكم موجودة في برج الحمل، ومعاها كمان الزهرة وزحل ونبتون، يعني طاقة نارية قوية جدا، بتديك دفعة، بتديك جرأة، وبتخليك عايز تتحرك وتعمل حاجات كتير. وفي نفس الوقت عطارد والمريخ موجودين في برج الحوت، وده بيخليك شوية بتفكر بعمق وبتراجع نفسك، وكمان بتحاول تفهم أمور كانت متعقدة بالنسبة لك بقالها فترة. نبدأ بقى بأول نقطة مهمة جدا، وهي القمر. القمر في بداية الأسبوع تحديدا يوم 1 بيكون في برج الميزان، وده بالنسبة لك بيشتغل على العلاقات وعلى الوضوح. هنا بقى بنقول ايه؟ إن في حاجات كانت محيراك، مواضيع كنت مش عارف تاخد فيها قرار، أو حاسس إن في حاجة مستخبية. فجأة كده تبدأ الأمور تبان، الحقيقة تظهر لوحدها من غير ما تدور كتير. ممكن كمان يكون عندك موضوع قانوني أو ورق، أو أي حاجة ليها علاقة بحق ليك، تلاقي الموضوع ده بيخلص، بيتحسم، وبتوصل لقرار نهائي. بس خلي بالك، النهاية هنا مش شرط تكون وحشة، بالعكس، ممكن تكون بداية جديدة ليك، يعني تقفل صفحة وتفتح صفحة تانية أنظف وأوضح. كمان القمر في الميزان بيخليك تشوف الناس اللي حواليك على حقيقتهم. ممكن تكتشف إن في علاقات كانت باينة حلوة بس مش مريحة، فتقرر إنك تبعد. وفي نفس الوقت ممكن ناس كنت بعيد عنهم تكتشف إنهم فعلا يستاهلوا إنك تقرب منهم. يعني عندك إعادة تقييم كاملة للعلاقات، وده شيء مهم جدا ليك في الفترة دي. نيجي بقى على الأيام الحلوة يا أسد. عندك يوم 1 و2 و3، وكمان يوم 6 و7 و8. الأيام دي تعتبر من أحلى الأيام ليك في الأسبوع ده. ليه؟ لأن القمر بيكون في برج القوس، وده بيتناغم معاك جدا وبيفتح لك باب السعادة والطاقة الحلوة. في الأيام دي هتحس إنك خفيف كده ومرتاح، عندك طاقة حلوة وعايز تتكلم وتخرج وتعيش حياتك. كمان في تناغم كبير في العلاقات، سواء بقى عاطفية أو عائلية. ممكن يحصل صلح، رجوع، تواصل، أو حتى تقرب أكتر من ناس أنت بتحبهم. مش بس كده، دي كمان فترة حلوة جدا إنك تقعد مع نفسك تفكر وتخطط. يعني لو عندك فكرة مشروع أو عايز تبدأ حاجة جديدة، أو حتى عايز تغير في حياتك، فهتلاقي نفسك قادر تشوف الصورة بوضوح، وتبدأ تحط أول خطوة صح. طيب، هل في أيام بقى تقيلة؟ بصراحة مش هقولك في مشاكل كبيرة، بس عندك من يوم 3 بالليل لحد 4 و5 القمر بيكون في برج العقرب، وده بيخلي عندك كده ضغط شوية. الضغط ده بيكون في شكل مسؤوليات، حاجات كده عائلية، حد محتاجك، مشاوير أو أوراق، أو حاجات لازم تخلصها. ممكن تحس إنك متكركب شوية أو مضغوط نفسيا، كأن كده في حمل عليك ولازم تنجزه. هنا بقى نصيحتي ليك، بلاش تدخل في جدال أو خناقات في الأيام دي، لأنك ممكن تبقى متعصب شوية، وأي كلام بسيط معاك هيكبر منك. فخليك هادي، خلص اللي وراك وعدي الفترة دي على خير. نيجي بقى للشغل والفلوس، ودي نقطة مهمة جدا. وجود عطارد والمريخ في البيت الثامن عندك بيخليك مركز جدا على تحقيق أهدافك. انت مش عايز تمشي وخلاص، لأ، انت عايز تنجح بجد وتثبت نفسك وتوصل لحاجة كبيرة. ممكن تكون عندك موهبة وعايز تظهرها، أو شغل بتحبه وبتحاول تطوره، أو حتى فكرة مشروع نفسك تبدأها. اللي واضح هنا كمان إنك بتبذل مجهود كبير جدا، وده مش بيروح على الفاضي، بالعكس، في نتيجة. تعبك ليه مقابل، وهتشوفه. ممكن تكون نتيجة دراسة، نجاح في حاجة كده كنت مقدم عليها، أو خطوة مهمة في شغلك. يعني باختصار، بتاخد على قد تعبك. كمان عندك حظ حلو في الأمور القانونية، لو في قضية أو موضوع قانوني ممكن يكون في صالحك أو ليك حق. ولو عليك حاجة، في فرصة إنك تحلها أو تخرج منها بشكل كويس. وكمان الأمور اللي ليها كده علاقة بالفلوس المشتركة أو العيلة ممكن تلاقي فيها حلول وراحة. ندخل بقى على الحب، وده موضوع مهم جدا عندك يا أسد. بص يا سيدي،
عندك حركة كبيرة في المشاعر، يعني ايه؟ يعني لو في علاقة مش واضحة هتبقى واضحة، ولو في تردد هيتحسم. ممكن تلاقي نفسك بتاخد قرار نهائي، يا نكمل يا نوقف، ومش هتفضل واقف في النص زي الأول. كمان لو في علاقة مش مريحة أو فيها ضغط عليك هتلاقي نفسك بتقول كفاية وتنهيها. لكن في نفس الوقت يا أسد، لو في حب حقيقي ومشكلة كانت واقفة في الطريق ممكن تلاقي حلول. حتى لو في رفض من الأهل أو تعقيدات هتقدر تقنع وتاخد خطوة لقدام. أما بقى للي مش مرتبطين فالوضع عندكم لطيف جدا، في فرص حب، في مشاعر جديدة، في تعارف ممكن يبدأ بشكل جميل. ممكن تقابل حد تحس كده معاه براحة، حد فاهمك من غير كلام كتير، وتحس ان في كيمياء حلوة ما بينكم. بشكل عام كده يا أسد، الأسبوع ده فيه حسم، فيه وضوح، وفيه بداية جديدة. عندك طاقة حلوة جدا، بس محتاجة منك تركيز وإنك تستغلها صح. في حاجات كمان بتخلص وحاجات بتبدأ، وكل ده في صالحك في الآخر. خليك هادي في الأيام التقيلة يا أسد، واستغل الأيام الحلوة إنك كده تتحرك وتاخد خطوات، واسمع إحساسك كويس، لأنه هيكون دليلك في الفترة دي. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا لبرج الأسد في الأسبوع الأول. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، وأشوفكم على خير مع برج جديد وتوقعات جديدة. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقولكم باي باي.